مرقس باشا حنا الراجل اللي وقف قدام بريطانيا ومنعها تسرق كنوز توت عنخ آمون. الاسم ده يمكن ناس كتير ما تسمعوش دلوقتي، بس هو واحد من الرموز الوطنيه اللي ليهم فضل كبير، وكان محامي شاطر ووطني جدع. واجه الامبراطوريه البريطانيه وهي في عز قوتها، وحافظ على اغلى كنوز مصر القديمه. اتولد مرقس باشا حنا يوم 4 سبتمبر سنه 1872 في المنصوره، وتوفى يوم 18 يونيو 1934. اتعلم في فرنسا وتخرج من كليه الحقوق بجامعه مونبلييه، وكمان خد شهاده في العلوم الاقتصاديه من جامعه باريس. بدأ حياته وكيلا للنائب العام، لكن استقال سنه 1904 علشان يتفرغ للمحاماه، وهناك لمع نجمه بقى من اشهر المحامين في مصر. فتح مكتب في القاهره وكان بيشتغل معاه ناس كبار زي محمد صبري ابو علم. كمان شارك في تأسيس نقابه المحامين، وكان معروف بالنزاهه والدفاع عن استقلال القضاء. مرقس باشا ما كانش بس محامي، ده كمان كان من رموز النضال الوطني. انضم لحزب الوفد وشارك في ثوره 1919 جنب سعد زغلول، واتسجن بسبب مواقفه ضد الاحتلال البريطاني. وفي سنة 1922 اتحكم عليه بالإعدام، لكن الحكم اتخفف بعد كده للسجن. لكن أشهر وأخطر موقف في حياته كان سنة 1924 وقت أزمة مقبرة توت عنخ آمون. في الوقت ده كان هو وزير الأشغال العمومية، يعني المسؤول عن مصلحة الآثار، واكتشف إن هوارد كارتر مكتشف المقبرة كان بيسمح للأجانب بس بالدخول ويمنع المصريين والصحافة الوطنية. مرقس باشا وقتها خد قرار جريء جدا، قفل المقبرة وقال لازم تتسلم رسمي للحكومة المصرية، وخاف إن الإنجليز ينهبوا أو يخبوا القطع الأثرية، ففكر بخطة ذكية جدا. قرر يوثق كل قطعة أثرية بالصور والوصف والأرقام، وبعدها بدأ ينقل الكنوز للمتحف المصري في القاهرة تحت حراسة الشرطة المصرية. طبعا الصحافة البريطانية هاجمته بشراسة، وجورنال التايمز قال إنه بيتعدى على حقوق الإمبراطورية البريطانية، بس هو ما تهزش وشدد الأمن أكتر وقال مفيش أجنبي يدخل إلا بتصريح رسمي ومعاه مندوب مصري. الإنجليز حاولوا ياخدوا نص الكنوز عن طريق القضاء وقالوا إنهم شركاء في الاكتشاف، لكن مرقس باشا واجههم بحنكة. قدم للمحكمة الرخصة الأصلية اللي بتقول إن التقسيم يحصل بس لو المقبرة كانت اتسرقت قبل كده، وكارتر نفسه كان قال إنها سليمة ومحدش لمسها، فالمحكمة رفضت الدعوة. وفي مارس 1924 محكمة استئناف الإسكندرية حكمت لصالح الحكومة المصرية، وأكدت إن كل الكنوز دي ملك المصري بالكامل. وبفضل مرقس باشا ما خرجتش ولا قطعة واحدة من كنوز توت عنخ آمون بره البلد، رغم إن التاريخ ما ادالوش حقه زي ما ادى لهوارد كارتر، إلا إن الراجل ده يستحق كل تقدير. هو اللي أنقذ تراثنا وساهم في تطوير التعليم ودافع عن القضاء، وكان مؤمن إن العدالة والتعليم هم اللي ينهضوا بمصر. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. وكمان عملنا قناة جديدة مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطة لما تضغط على اسم القناة اللي تحت الفيديو، وهيظهر ليك اسم القناة التانية تقدر تشترك فيها بكل بساطة، وهتلاقي هناك قصص جديدة عن أبطال أكتوبر والتاريخ المصري ومعلومات أكيد هتعجبك، بننزلها بشكل مستمر علشان تفضل دايما معانا في رحلة الحكايات اللي ما بتخلصش.